الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا يا ليت ندرك قائمكم سادتي، فنكون من الآخذين بثاركم فنفوز فوزا عظيما. وما أمسى النساء بكربلاء حيارى، وما أنسى النساء بكربلاء حيارى، عليهم المصائب سبتي، تقول ودمع العين يسبق نطقها، وفي قلبها نار المصائب شبتي. أخي يا هلال يا أبا عبد، أخي يا هلال غاب بعد كماله، فأضحى نهاري بعده مثل ليلتي. أخي أي رزق أشتكي ومصيبة، أي مصيبة أشكو إليك يا أبا عبد الله. أخي أي رزية أشتكي ومصيبتي، والمصائب مرت على زينب، فراقك أمهتك وذلي وغاية. وعدة مواضيع عبر عنها الباري عز وجل في هذه المفردة الجميلة اللطيفة من الذكر العظيم، حيث ورد فيها عدة أمور، منها الإكرام، كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير تفضيلا، على كثير ممن خلقنا. شوف هذه المقطوعات القصيرة لكن ذات مضامين كبيرة. الإنسان بطبيعة الحال الله تبارك وتعالى عندما خلقه ميزه عن باقي المخلوقات. سيجينا خلال البحث إن شاء الله شنو هذا التمييز، شنو هذا التفضيل، شنو هذا التكريم. بداية خلي نشوف الحضارات اللي موجودة في العالم، أو الحضارات التي عاشها الإنسان على مر التاريخ. من هذه الحضارات الحضارة الكبرى، حضارة قديمة، هي الحضارة الهندية. هذه الحضارة كانت حضارة كبيرة وعظيمة جدا، لها قوانينها ولها تعاليمها الخاصة. هذه الحضارة شو تعبر عن الإنسان
شو تفصل الإنسان؟ كيف تنظر إلى الإنسان؟ تقول الحضارة الهندية، طبعا هذه في كتبهم موجودة، يقولون أن الإنسان خلق أول الأمر من الإله العظيم براهما. هذا براهما شنو؟ يقول خلق الطبقة الأولى، شو نسميها؟ الطبقة العالية المتميزة من فم هذا المخلوق براهما، أو هذا الإله اللي يعبرون عنه هم. والطبقة الثانية خلقت من يده، والطبقة الثالثة خلقت من رجله، وهكذا يقسمون الناس إلى طبقات، إلى مستويات. الطبقة الأخيرة هي طبقة العبيد. فشوف أكو هناك تمايز بين الناس، هذول مفضلين. الطبقة الأولى باعتبارهم الذين شنو يمثلون الإله، وهم الطبقة المتميزة، وهم علية القوم، وإليهم ترجع الأمور، والبقية تأتي تباعا طبقة دون طبقة إلى أن تصل إلى طبقة العبيد. هذه منه الحضارة الهندية. بعدها اجت الحضارة الثانية، هي حضارة اليونان. اليونان كما يعبرون عن اليونان بأنهم فلاسفة العالم. حتى الآن إذا تجي تسأل جنابك الكريم من هم الفلاسفة بالعالم، يقول لك الفلسفة علما لليونان. الفلسفة اليونانية حتى الآن هي الناس عاجة بها. هذول اليونان قسموا الإنسان إلى قسمين، إلى طبقتين: مجتمع متميز، هذه الطبقة العليا، ومجتمع بربري عبيد. هذول مهمتهم الخدمة، مهمتهم أن يكونون عبيد الطبقة الأولى. طبعا تفصيل في هذه الأمور، اللي يحب يتابع تفاصيل هذه الحضارات موجودة ما شاء الله. الآن طريقة البحث سريعة، لكن احنا نمر عليها مرور الكرام. تيجي وراء طبقة اليونان طبقة الرومان أو حضارة الرومان. الرومان كذلك ساروا على ما سار عليه اليونان. لا، الغريب بالأمر أن العرب كذلك. العرب كانوا آنذاك كانوا حالهم حال هذه الحضارات، لا يرون للإنسان أي قيمة ولا يرون له أي كرامة. شايف شلون؟ بحيث واحد من عندهم قتل عنده ولد، هذا ولد قتلوه، فقال أنا أكون أقتل كل هذه العشيرة التي تسببت في قتل ولدي. هذا ابني ماكو واحد مثله، وأنا ابني لو هذه العشيرة كلها أقتلها شنو ما يعوضون عني ولدي هذا الواحد. وهواي عندنا من هذا النمونة بالمجتمع، ما يمشي عنده هذا أنه قتل الخطأ والقدر والقضاء والسبب. يقول لا، أنت قتلت تتحمله. على أي حال هذا لما اجوا يفاوضونه قالوا له أنت ابنك قتل، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. زين، فأنت شنو الرايدة؟ قال لهم إما واحدة من ثلاث، ترجعون إلي ابني، وهذا ما يصير. لو ترجعون ابني إلي، شنو بعد؟ تلزمون نجوم السماء. هاي شلون بعد؟ هاي أصعب من الأولى. لو أبيدكم عن بكرة أبيكم، لقاء واحد من أولادي أنتم قتلتوه، واحدة من ذنب ثلاث. شفت شلون؟ إذا لا يرون للناس أي قيمة. أنت تريد بدك شعب كامل على مود واحد، شنو هذا؟
والقرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. لذلك جاء الإسلام الحنيف بما جاء به النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اسم بنت محمد ووصيه للناظرين على قناة يرفع. الله، ابن بنت رسول الله. نعم، هذا ابن بنت رسول الله يضعون رأسه على القناة على رؤوس الرماح. رأس ابن بنت محمد ووصيه للناظرين على قناة يرفع. والمسلمون بمسمع وبمنظر لا منكر منهم ولا متفجع. ماكو واحد يدافع عن الحسين عن عيال الحسين، بل الأكثر من ذلك جاءت عجوز لعنة الله عليها حملت حجرا وصكت رأس الحسين وصار هذا الحجر في جبهته الشريفة حتى سالت الدماء على شيبته المقدسة. يختي ولا شفت الحجر سكني صبري وشفتي عصاتي زين